مرحبا أصدقائي، كيفكن اليوم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. جات لكم فيديو جديد وموضوع جديد. إذا جاهزين خلونا نبلش. نحن بحياتنا بنلتقي بكتير ناس وبنسمع آراء مختلفة وبنمر بمواقف كتيرة مع كل شخص. أحيانا بتعجبنا تصرفاتهم وأحيانا تانية بنتفاجأ فيها أو حتى بننزعج منها. بس الحقيقة اللي لازم نفهمها بعمق هي إنه نحن ما فينا نتحكم بآراء الناس ولا بطريقة تفكيرهم ولا بردود أفعالهم. كل إنسان له تجربته بالحياة وتربيته والبيئة اللي عاش فيها، وكل هالأشياء بتأثر على طريقة نظرته للأمور. لهالسبب طبيعي جدا إنه الناس يختلفوا معنا بالفهم وبالتقييم وحتى بالحكم علينا. المشكلة بتبلش لما نحاول نسيطر على شيء أساسا مو بإيدنا. بنصير نحاول نقنع الكل أو نركض ورا رضا الجميع أو نتعب حالنا بتحليل كل تصرف بيطلع من الناس، ومع الوقت منلاقي حالنا مستنزفين نفسيا لأنه عم نحمل شي مو من مسؤوليتنا أصلا. بس بالمقابل في شي كتير مهم فينا نتحكم فيه فعلا. نحن فينا نتحكم بردة فعلنا، بطريقة تفكيرنا وبالحدود اللي منحطها بعلاقتنا مع الناس. فينا نختار إنه مو كل كلمة لازم ناخدها على محمل شخصي، وإنه رأي أي حدا فينا مو بالضرورة يكون الحقيقة الكاملة. لما الإنسان يوصل لهالفكرة ويفهمها بالصدق بيحس براحة كبيرة، لأنه ما عاد عم يحاول يرضي الكل، بل صار عم يحاول يكون صادق مع حاله، متوازن بمشاعره وهادي بتصرفاته. لما نحاول نتحكم بآراء الناس أو بمواقفهم تجاهنا، بالحقيقة نحن عم نحط سعادتنا بمكان مو بإيدنا. منصير رابطين راحتنا النفسية بكلمة ممكن يقولها شخص أو بنظرة عقلنا بيفسرها بطريقة معينة، وهون بتبلش الدوامة. منصير نراقب تصرفات الناس حوالينا. ليش قال هالكلمة؟ يا ترى كان عم يقصدني؟ يمكن زعلان مني، يمكن فكر إني غلطان. ومع الوقت بتحول عقلنا لمساحة مليانة تحليلات وافتراضات، ومعظم هالافتراضات أساسا مو حقيقية، بس بتستهلك طاقتنا ومشاعرنا. المشكلة مو بالناس، المشكلة إنه نحن عم نحاول نقرأ اللي جواتهم وكأنه نحن مسؤولين عن أفكارهم، بينما الحقيقة إنه كل إنسان بيشوف الدنيا من زاويته الخاصة ومن خلال تجاربه ومشاعره وطريقة تفكيره. ممكن شخص يشوفك ناجح وشخص تاني يشوفك عادي وشخص ثالث يشوفك مميز كتير، وبالنهاية أنت ما تغيرت، اللي تغير بس زاوية النظر. لهيك محاولة السيطرة على آراء الناس بتشبه محاولة مسك المي بين الأصابع، كل ما ضغطت أكتر بتفلت أكتر. والإنسان اللي بيقضي حياته هو عم بيحاول يرضي الجميع غالبا بيخسر شي كتير مهم، بيخسر حاله. ببلش يغير طريقته بالكلام وتصرفاته وحتى قراراته بس كرمال يحس بالقبول، ومع الوقت بيحس إنه صار بعيد عن شخصيته الحقيقية. أما الإنسان اللي بيفهم هالحقيقة بكير بيعيش بطريقة مختلفة. مو معناته أنه بيتجاهل الناس أو بيتكبر عليهم، بس ببساطة بيعرف حدوده، بيعرف أنه الاحترام مهم، بس رضا كل الناس شي مستحيل. لهيك بيركز على الشي اللي فعلا بيقدر يتحكم فيه، أنه يكون صادق مع حاله، واضح بنيته، ويحاول يتصرف بأفضل شكل ممكن، وبعدها يترك للناس حرية التفكير مثل ما بدهم. وهون بيصير التحول الحقيقي، لما نفهم أنه راحة القلب ما بتجي من تغيير الناس، بل من تحرير حالنا من محاولة تغييرهم. بالنهاية نحن ما فينا نغير عقول كل الناس، بس فينا نحمي عقلنا من الضجيج. ولما نركز على حالنا بدل ما نضيع طاقتنا بمحاولة السيطرة على غيرنا، نقدر نعيش براحة وسلام أكتر. هل سبق وغيرت تصرف أو قرار بحياتك بس لأنك كنت خايف من رأي الناس؟ وهل بعدين حسيت بالراحة ولا بالندم؟ حبايبي هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى ينال إعجابكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتعليقات حلوة مثلكم، وانتظروني بفيديو جديد أقوى وأحلى. بحبكم.